ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة شوربة الجمبري بطريقة سهلة وبسيطة، وطعمه بيكون حلو جدا وخفيف جدا لانه بدون ولا نقطة زيت. هنقدمه مع رز ابيض طعمه حلو جدا وخطير. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. هنجيب اول حاجة الجمبري بتاعنا ونبتدي نقصقصه بالشكل ده علشان يكون شكله حلو مش اكتر. انا عملته كله بس سبت واحدتين او 3 علشان نشوفهم مع بعض بالشكل ده. بعد ما قصقصته هنبتدي نشيل الخيط الرملي، وده بيبقى موجود في الظهر. بنجيب خلة أسنان وبنبتدي نتني الظهر بالشكل ده، وبندخل بخلة الأسنان ونسحبه بيخرج بمنتهى السهولة. لو انت هتشتري الجمبري متقشر مش بيشيلوا منه الخيط الرملي، بيكون متقشر وكل حاجة لكن بيبقى موجود الخيط الرملي، فضروري ضروري تنضفيه. الوصفة بتاعتنا ينفع نعملها كمان بالجمبري المقشر. هنضفه كله بالشكل اللي احنا شايفينه. بعد كده هبتدي اغسله كذا مرة في مية بس واحطه في مصفى، ونجهز الخضار اللي احنا هنستخدمه في الشوربة بتاعتنا. عندي هنا 3 فصوص من الثوم، طماطمايه، قرن فلفل اخضر متقطع مكعبات، واحدة ليمون متقطعة شرايح، وكمان عندي بصلاية متوسطة متقطعة شرايح. وهسيب لكم المقادير تحت في صندوق الوصف. المقدار ده الكيلو من الجمبري. بعد كده جبت حلة حطيتها على النار بدون أي مادة دهنية أو أي حاجة خالص، سخنت وبعد كده نزلت بالجمبري. هنشوحه في الحلة لحد لما ياخد اللون الأورنج، وبعد كده نبتدي ننزل بالطماطم والثوم والبصل والفلفل بالشكل ده، وكمان الليمون. هنحط ملح وكمون وكزبرة وفلفل اسود وبابريكا. لو حابة تحطي شطة براحتك خالص، ولو حابة تضيفي بهارات سمك برضو براحتك خالص. بعد كده هبتدي اغطي الجمبري بمية مغلية. هنسيبه يستوي، يعني ده حجم وسط، فممكن من 5 ل7 دقايق مش اكتر من كده، لان لو زادت مدة التسوية بيبقى طعمه مجلد ومش حلو. حطيت كمان كام عود من الكزبرة مع مكعب مرق خضروات. ممكن تحطي كرفس ومكعب خضروات، ولو حابة تستغني عن مكعب الخضروات زي ما تحبي براحتك خالص. هغطي على الجمبري واسيبه لحد لما يستوي، وبعد كده ابتدي اشيله من على النار على طول. هنا هعمل رز ابيض عادي خالص. حطيت معلقتين من الزيت، ولما سخنوا نزلت بالرز بتاعي المغسول وهشوح فيه بالشكل ده. وبعد كده هحط مكعب مرق خضروات، وهحط ملح ومية مغلية مش اكتر من كده. لو حابة تقدمي الجمبري ده مع رز احمر او رز البني بتاع السمك هيبقى برضو حلو جدا جدا، سواء الرز البني او الرز الاحمر. فتت مكعب المرق وهقلبهم كويس، وبعد كده هبتدي اغطيه بالمية المغلية. هسيب الرز على نار عالية، ولما يتشرب هبتدي اهدي النار واسيبه لحد لما يستوي تماما. يكون الجمبري بتاعي كمان استوى، وابتدي اقدمه على طول مع شرايح من الليمون. وده الجمبري بتاعنا، وده الرز الابيض اللي عملناه. وصفة خفيفة وصحية وتنفع كمان للدايت. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وتعليق حلو من تعليقاتكم، واشوفكم فيديو جديد يا احلى متابعين. باي باي.